صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. اهلا بكم في قناتي، انا مرمر ويلا بينا على الفيديو. انا كنت جايه وناويه اعمل معاكم فيديو بتاع الحنه اللي انا كنت قايله لكم عليه. تمام. انا عجنت الحنه ونسيت اصور ان انا بعجنها ازاي، بس هي حاجات بسيطه قوي. يعني انا بصوا بحط في كنكه زي دي كده كركديه، بصلايه صغننه بقشرها، 3 فصوص ثوم بقشرهم معاك، بس الغساله شغاله، احنا عارفين دي ما بتطفيش. تمام. يبقى كركديه، بصلايه صغيره بقشرها، 3 فصوص ثوم بقشرهم، 4 أو 5 فصوص روزماري، قرنفل، معلقه روزماري كبيره قوي، معلقه حبه البركه. ايه تاني؟ اي اعشاب عندك حطيها تكون مخصصه للشعر، ورق غار او ورق لورا يعني زي ما بتقولوا. وبجيب الحنه دي، حنه اعشاب، حنه عاديه، وبسيبهم يغلوا كل الخليط ده كده مع بعضه اهو. بصوا انا بستخدم تقريبا 150 جرام حنه، وبحط عليهم معلقه اللي هو اسمه ايه اللي بيحمر ده، نسيت اسمه. عامه انا هكتب لكم كل المكونات في اول كومنت مثبت، وانا بوريكم بس الطريقه عشان لو حد عايز يجرب. انا بعملها على طول، لو عايزين ان كل مره اجي اعملها اقول لكم قولوا لي. اللي هو دم الغزال افتكرت، وليه اسم تاني برضو كده يعني في الدول العربيه معروف قوي برضو، كنت فاكراه، جالي زهايمر النهارده. بصوا بتسيبوا الماء دي تغلي وبتغطوها لحد ما البصلايه تستوي، تعرفوا ان يعني الدنيا بقت تمام. وبتقلبيها كده وبتخلي قوامها زي الكريم كده، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، بحيث ان انت تحطيها على الشعر تقعد. هسيبها تخمر حوالي ساعة. انا ساعات بعملها على فكرة من غير ما اخمرها خالص، ساعات كتيرة جدا بعملها. ف الدنيا ماشية تمام لحد دلوقتي. بتقعدي تقلبي فيها، بقلبها بمضرب اهو لحد ما التكتلات اللي فيها كلها تروح. عندك بقى صدر ينفع مع الحنة طبعا، ورق الصدر تحطيه مطحون، حنة بلدي، حنة اعشاب، بس هاتيها من حد مضمون يعني ما يكونش بيبيعلك ملوخية. بصوا شايفين القوام مش تقيل ومش خفيف، يقعد يمسك كده على الشعرايه. طيب لو انا ما عنديش ميزان ومثلا طول شعرك في طول شعري، انا بحط 3 معالق مهرمين من دي، اللي هي معلقه الاكل، 3 معالق مهرمين كده، سوري 5 معالق مهرمين. بحط 10 معالق مهرمين لو شعرك نفس طول شعري، ده بما يعادل 150 او 180 جرام. شعرك قصير اقصر مني حاجه بسيطه بتحطي 7 معالق. شعرك قصير خالص خالص اللي هو كده تحطي 3 معالق مهرمين برضو. عايزه اقول لكم يا جماعه الحنه دي انا من ساعه ما عملتها فرقت معايا كتير جدا في القشره وفي التساقط، يعني بكل امانه محدش هيقول لكم الكلام ده. انا اخدت علاجات كتيره جدا جدا، وكنت بشارك معاكم كل ده. الناس القديمه معايا في القناه عارفين كل اللي انا بتكلم فيه. الحاجات دي انا لفيت عليها على دكاتره كتير بسبب التساقط، مش لاقي حل للتساقط لحد ما شعري خف. شعري مغسول وناشف، يعني غسلاه من يومين وناشف، مفيهوش اي كريمات، مش حاطه عليه اي حاجه اهو، ولا زيوت ولا اي حاجه عشان تاخدي الفايده الكامله.
خلاص كده خلصنا تقليب وتأكدنا انها تمام. بنقوم عصرين عليها نص ليمونه. انا بحط فيها دم غزال عشان تعمل لون حلو، ما تعملش لون احمر، ما تقلقوش. بتدي لمعه خفيفه كده للشعر، هوريها لكم. ومش بتقعد كتير برضو يعني، للناس اللي ما بتحبش تصبغ بلون. ساعات لما كنت احب اللون يقعد فيها كنت ممكن احط لها معلقتين اكسجين، بس ده عشان خاطر اللون. انا مش بستخدمها علاجيه يعني. برضو ما كانش بيقعد في شعري، لان انا شعري مش بيقبل اي الوان يعني. اللون اللي هو فيه ده، الناس اللي عارفاني على الحقيقه، اللون اللي هو فيه ده طبيعته. خلاص اهي الحنه خلصت اهي. يمكن باين قدامكم القوام خفيف، بس القوام ده هيتقل لما اسيبها تخمر. وانا مش بحبها تقيله، لان لما بتبقى تقيله بتبقى صعبه الفرد. قوام كريمي اهو. بصوا اهي، بصوا بينزل بالعافيه ازاي اهو. بس هغسل ايدي عشان اللون ما يقعدش فيها. وجوزي لسه جايب لي جلافزات هستخدم منها. بلبس جلافزات عشان مش بحب لون ايدي يغير، مع انه مش بيقعد كتير برضه، اخر يوم او 2 لما بغسل مواعين كل ده بينتهي. هديها تقليبه كده بايديا عشان في تكتلات ماسكه. وحطيت معلقتين لبن، كيس قدامي وانا نسيت. معلقتين لبن، معلقه زبادي لو عندك، انا ما عنديش زبادي. بس تتاكدي انها بقت كلها كده حته واحده، ان بيبقى فيها تكتلات خفيفه كده بسبب الاعشاب اللي بتبقى فيها. الفيديو ده خليه للحنه بس، اللي حابب يكمل الفيديو يكمل، اللي مش حابب هو حر. وهكتب لكم برضو من بره ان ده فيديو الشاري للحنه بتاعت الشعر، عشان الناس كتير طلبته مني، مش عايزه ادخل فيه اي روتينات او اي وصفات تانية، عشان خاطر يبقى فيديو مخصص والناس ترجع له. عشان الناس اللي سألتني، ده كل اللي انا بعمله. عملت معاكم الفيديو الاولاني بتاع ازاي الزيوت اللي انا بستخدمها وازاي بغسل شعري بعد الحرارة، وده الفيديو التاني اهو. علشان الناس كل شوية اللي بتخش تسألني، دي كل حاجة انا بعملها. ولو بعمل اي حاجة تانية اكيد هقول لكم يعني، مش هخبي عليكم، مش سر حربي يعني. هو جيت كده اتخمرت بقالها ساعة تقريبا او اكتر. حطيتها بالكيس ده كده وغيرت الهدوم. تلبسي اي حاجة غامقة او اي حاجة مش عايزاها اهي. بصوا بتلاقيها عاملة من فوق زي فقاقيع كده، مش عارفة باينة ولا لا اهي. دي كده تقولك ان هي خمرت، وبتيجي في مكان عادي تبهدليه زي الحمام كده. وعامة مفيش حاجة بتبوظ يعني، مفيش حاجة بتعلم، كله بيطلع. فهنبتدي كده ايه، زي ما انا قايله لكم انا مش حاطه اي حاجه في شعري. ساعات بعملها وانا حاطه برضو، بس النتيجه مش بتبقى حلوه زي وانا مش حاطه. انا ماشيه عليها بقالي فتره، كذا شهر يعني. اول حاجه هعملها تلبسي جلافزات لو انتي مش عايزه ايدك تغير لون. انا لو عايزه تغير لون عادي بالنسبه لك، عادي ماشي. بتجيبي كده واول حاجه بتقسمي شعرك، بتجيبي مشط زي ده تستخدميها كده في الاول. هعمل معاكم كده اول حاجه بتقلبيها عشان تخرجي الهواء منها بتاع الخمر، وبتاخدي كده بتملي الروتس كده او الجذور يعني اهم حاجه الجذور اللي انتي بتوزعيه على بقيه الشعرايه ده، عشان خاطر
الافاده برضو، بس مش زي الجذور، لان الجذور دي هي اللي بتطلع الاساس وهي اللي بتوقع وهي اللي بتعمل كل حاجه. تاخدي كده. انا عايزه اوريكم زي ما انا ببتدي، يعني عشان لو حد حابب يقسم شعره زيي. انا ببتدي من الجنب كده. انا غاسله البطانيه ورايا سايباها تتصفى عشان هحطها في الدوني. دي خدت كده الجذور، ودي كمان اهي. ابتدينا نوقع، ابتدينا نخرب الدنيا. كل ده عشان خاطركم، انا بوقع في الحوض. بعدين تبتدي بقى انتي براسك، من اول راسك وتاخدي كده بايديكي وتدهني كده. هعمل الشعر قدامكم دلوقتي بس هسرع الفيديو. انا بوريكم ايه انا هعمل ايه. دي اول مره بعد ما قصيت شعري اعمل الحنه. هسرع لكم الفيديو وهوريكم. ابتديت كده الم الشعر زي ما انتوا شايفين واقسمه واشتغل على طول. باخد باملى الجذور وبروح مكمله على باقي الخصله. ده لو انتي حابه ان مثلا شعرك يبقى فيه ضي لون خفيف عشان ما تبقاش الجذور بس زي ما تشوفوا النتيجه ما تخافوش منها خالص. النتيجه حلوه مرضيه يعني. الفيديو طول مني شويه بس عشان يعلم ربنا انا جايبالكوا كل اللي انا بعمله بالتفاصيل وبالملخص كمان، يعني بالتفاصيل ولخصت فيها علشان تقدروا تستفادوا. انا عملت زي ما انا ما بعمل مع نفسي زي ما انتوا شايفين اهو. جربوا يا جماعة الطريقة دي مش هتندموا ابدا. ما يهمكوش من اللغوصة، ما تخافوش، ما بتقعدش على الوش ولا بتبهدل الدنيا ولا بتلزق في الهدوم. البسوا حاجة غامقة ولما تغسلوها هتنضف، متقلقوش خالص. عايزه اقول لكم التيشيرت اللي انا كنت لابساه ده مخليه للحنه لمثلا تنظيف لاي حاجه كده اتبهدل فيها ما توسخش خالص بجد يعني. لا سوري، هو اتوسخ بس قصدي انه ما تبقعش. اول لما غسلته كله راح، ما تقلقوش. وحتى لو لغوصتوا يعني لغوصوا ولا يهمكوا، فداكوا. اهم حاجه النتيجه. فرقت معاكي في ايه مرمر الحنه؟ الحنه فرقت معايا في فروة الراس بنسبة 95%. في ايه؟ فروة راسي كانت مليانة قشرة يا جماعة. وقشرة دهنية مش بتروح بسبب ان انا فروة راسي دهنية. القشرة الدهنية على قد ما هي مفيدة على قد ما هي ما بتأذي. مفيدة ان البصيلات بتاعت الشعر بتفضل طرية. خلاص كده خلصت، مش بتنشف وتتكسر. بعد ما عجنت الدنيا بصوا دراعتي بس، ولا يهمني فدا النتيجة. هتلبسي بقى كيس حلو زي ده، سيبك بقى من حوارات البنيهات والكلام ده، مش هياكلوا معانا. تلبسيه كده، وشرط اساسي يكون كيس اهلا وسهلا زي ده. يا خرابي على المنظر اللي انا طالعه بيه، يا خرابي. وبتسيبيه ساعه، بعدين بتفك الكيس علشان ينشف على شعرك. انما الكيس ده عشان يسخن وفروة الراس تستفاد. ولو عندك بروكات تقدري تحطيه يعني في الوقت اللي انتي حاطه عليه الكيس، بس انا مش بحب البروكات. كمان عملت حواجبي عشان الشعر اللي فيها يزيد وما يقعش. تعجبكم قوي الطريقه دي يا جماعه، بس حواجبي مش بطول عليها يعني 10 دقايق كمان وهغسلها. هقولكوا قعدت قد ايه في المقطع اللي جاي عشان هبقى بغسله. هقولكوا قعدت قد ايه بالظبط. اهم حاجه تدفي الراس كويس، وكمان هلبس عليها طرحه او شرب كده تكوني انتي مش عايزاه. وعامه مفيش حاجه هتتبهدل، هتغسليها يطلع، بس اهم حاجه تكون غامقه يعني. بس تدفي الجمجمه كده في الكيس المتين.
هنا كده تاني يوم. الحنة كنت قعدتها 3 ساعات، مش ساعة واحدة بس ولا ساعتين، فتعبت قوي بصراحة، فخلصت بسرعة ونمت، وقلت اوريكم النتيجة تاني يوم في الشمس. عايزة اقولكوا دي اقل مرة عملت لون، ده يمكن لون شعر الطبيعي اصلا، عاملة فيه ضي خفيف جدا جدا. كنت لسه صاحية من النوم وخليت اختي تصورني علشان ما فوتلكوش اي حاجة. اهو بصوا، هي بتبقى عاملة الضي البسيط ده، بس انا عامة يعني شعري مش لونه اسود، فهي باينة قوي فيه يعني بسبب كده. قعدت افرجكوا كده زي ما شفتوا كده شكل الشعر في الشمس، بيبقى ده اللون ومش ناشف خالص اهو. على فكرة انا مش حاطه له ولا نقطة زيت، انا اديت له بس حتة كريم علشان وحتة صغيرة مش كبيرة ادهنه بيها اهو. زي ما انتم شايفين مش ملزق مش ناشف مفهوش اي حاجة. انا امبارح طبعا نمت لاني بصراحة ما قدرتش خالص لاني اتأخرت عن ميعاد نومي، فنمت على طول. بس قلت لازم الصبح بدري لما اصحى اوريكم النتيجة. بصوا طري جدا جدا. شوية اللبن اللي انا حطيتهم في الحنة ما بتخليش الشعر ينشف خالص اهو. كمان بغسله بشامبو بلسم حمام كريم وشامبو كشكينج اللي انا قلت لكم عليه دوت تحفة يعني. انا مستخدماه بقالي مرتين بس والنتيجة جميلة جدا. سبت شعري ينشف امبارح، ما نشفش للاخر بصراحة عشان كنت عايزة انام مش قادرة اهو. الحنة المرة دي ما كانتش احسن حاجة، ما ادتنيش كمان اللون اللي بتدوني كل مرة لاني غيرت الراجل اللي انا جبت منه الحنة، فكانت كلها اعشاب، فهي علاجية اكتر من انها تدي لون. بس اهو عشان الناس اللي خايفة ان الحنة تديهم لون اهو، مش بيبين غير الضي الخفيف اللي انا وريته لكم في الشمس ده. وكمان لما بتعملوه سشوار ومكوى بيبين، كل ما تغسلوه بقى كل ما تلاقوه بيخف شوية بشوية بشوية. دي النتيجة اهي زي ما انتوا شايفين اهي، هادي خالص. هو متعود على الزيوت، فلما بحط له زيت بيبقى اهدى كمان من كده. جربوها مش هتندموا ابدا. هكتب لكم كل المكونات وكل التفاصيل في اول كومنت مثبت. شفتوا الكومنت اللي انا بحط لكم فيه لينك للانستجرام بتاعي، هكتب لكم فيه بقى بدل الانستجرام، وهسيب لكم الانستجرام في تاني كومنت اهو. اللي حابب يسأل على اي حاجة او اي تفاصيل يدخلي على الانستجرام يبعت لي ويكتب على طول، مش يقول لي انا عايزه اقول لك على حاجه او تقول لي انا عايزه اقول لك على حاجه. يكتبي لي على خشي في الموضوع، انا بحب اللي يخش في الموضوع على طول. ها مفيش بقولك. خشي في الموضوع. ايوه مفيش بقول لك، ما بحبش بقول لك دي ما بتجيش معايا بصراحه. بس اهو يعني خشي قولي يا مرمر انا عايزه كذا 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 كذا، بسالك على كذا كذا كذا، وانا برد على الكل على فكره. اللي بلاقيه داخل بيسال على طول بيكتب سؤاله على طول بروح رد عليه في ثانيه اهو. بس كده تمام، خلصت كل حاجه بالتفاصيل. مش عايزه الفيديو يكبر علشان تاخدوا الافاده كلها. لو في حد عنده اي سؤال اكتب لي في الكومنتات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. اعملوا لايك. اعملوا لايك لفيولا.